طيب احنا دلوقتي امتى يا استاذ نقدر نقول ان الجريمه دي جريمه رشوه؟ امتى نحدد ونقول ان خلاص دي رشوه؟ المشرع حينما أفرد لهذه الجريمة بابا، وهو من الكتاب الثالث أو الباب الثالث من الكتاب الثاني، وضع لجريمة الرشوة ركن مفترض. هذا الركن المفترض وهو أن يكون هذا الشخص المرتشي لزاما لابد أن يكون موظفا عام، أو لزاما لابد أن يتمتع بالصفة العمومية. فيبقى أنا لو عندي جريمة أو عطية أو إكرامية أو هدية، الشخص المرتشي أو المتلقي لهذه الأعطية ما لا يتمتع بالصفة العمومية، فبهذه الحالة ما ببقاش عندي جريمة رشوة، وأنا ما بكونش قدام جريمة رشوة، لأنه لا يتمتع بالركن المفترض الذي افترض وجوبا في هذه الجريمة، وهو يعني في الحاله الوظيفة دي العمومية. في الحاله دي ما تبقاش رشوه، دي لا، حاجه ما ما عنديش، يحاسبش عليها طالما أنا ما القانون. عنديش وظيفة عمومية ما عنديش رشوة. يعني مثلا لو كان